قدمت ورقي وانا برضو كنت مقتنع تقريبا 99% ان انا في الاخر برضو لن احصل على هذه المنحه. بس انا قلت فرصه اخيره، انا كده كده قبل ما اناقش، او كده كده قبل ما اناقش اقدم وخلاص. قدمت ورقي، عملت ابلكيشن وكل حاجه وبعد كده طلبوا مني الشهادات. ما بعت لهمش حتى اصول الشهادات، بعت لهم صور، والصور دي كان لازم طبعا لما تبعت صوره لازم تكون مختومه صورتك هو الاصل. فكان عندنا في الجامعه حاجه اسمها صوره طبق الاصل، حد يكتب كده ايه ان هو يشهد ان دي الصوره طبق الاصل. يعني اي اتنين زمايلك يكتبوا كده ايه، نشهد نحن مش عارف ايه ان هذه صوره طبق الاصل، طبعا على شهادات الانجليزي وعلى ترانسكريبت. واتختمت وراح. بعد ما عملوا يعني شافوا الورق بتاعي، الجامعه بعتت لي قالت لي الورق فيه عليه كلام غريب واحنا مش فاهمين ايه اللي مكتوب ده، يعني ايه اللي مكتوب دوت، وايه الورق اللي انت بعته دوت صور، احنا عاوزين اصول. رديت عليهم في الايميل قلت لهم مش هبعت، يعني مش هبعت اصول، ولو في كلام مكتوب غريب وهو كلام لغه عربيه والمشرفه بتفهم اللغه دي لان مشروع مصريه يعني. بعد كده الدكتوره بعتت لي ايميل قالت لي فيه وكان في مشكله في ورقك، وانا عديتها يعني وقلت لهم ان دي نظام في مصر يعملوها عشان يعني الشهادات وكده. ولقيت جاي لي جواب الاكسبتنس اللي هو بقبول المنحه. يعني الاكسبتنس دي كانت جايه لي قبول منحه بس بدون فند. فشهر كده بعد كده الدكتوره بعتت لي وقالت لي ان انا لقيت لك فند انت ممكن تيجي. وهنا بقى كانت الموضوع ايه داخل في مرحله تانية، انا اسافر ليه؟ ما انا خلصت خلاص. يعني بعد حتى ما جالي الاكسبتنس وجالي برضو الفاند ليتر، قلت طب انا اسافر ليه؟ لان كنت خلاص كنت المفروض اناقش يعني. انت عارف بقى لو الحاجات دي بتبقى كلها حاجات مسيره وحاجات كلها مكتوبه، فربنا ييسر في الاخر وخدت القرار ان انا اروح اجرب واشوف يعني. فاختياري لكندا بالذات كدوله ما كانش فيه اي تدخل مني. يعني انا قدمت في منح كتير في حاجات كتير، لكن كندا كده جت كده مصادفه. يعني هو ربنا بيكون راسم لك طريق او كل ميسر لما خلق له.